تخيل تكون قاعد قدام الكاميرا في واحدة من أكبر القنوات في العالم، حواليك محللين كبار، جمهور بالملايين بيتفرج، وفجأة لقطة واحدة تغير كل حاجة. مش غلطة في التحليل، ولا تصريح سياسي، ولا حتى خناقة على الهوا. اللقطة كانت أبسط من كده بكتير. تخيل كده إن نجم كبير زي حازم إمام، أسطورة الزمالك وأحد أشيك لعيبة الكورة في تاريخ مصر، يبقى فجأة ترند بسبب حاجة ملهاش أي علاقة بالكورة. السبب كان فاتح الموبايل وبيعمل حاجة غريبة وبيحاول يخفيه بين الأوراق أثناء البث المباشر. في لقطة انتشرت وقتها باين فيها حازم ماسك الموبايل على الهوا ووشه مركز جدا، بس مش في التحليل. ومن كتر ما كان مركز ومشدود في البث، الناس قالت إن مجدي عبد الغني بعت له فيديو من اللي بالي بالك وهو على الهوا، عشان كده اتلخبط وما قدرش يمسك نفسه وفتح الموبايل قدام الناس. بس تفتكر كان بيعمل ايه؟ حازم كان بيلعب كاندي كراش أثناء البث المباشر. هوبا! والله القصة بدأت كده. وساعتها الناس قالت بي ان سبورت طردته. ازاي محلل في قناة عالمية يقعد يلعب لعبة على الهوا؟ خد الزوم ده وشوف بنفسك. وبرغم إن المشهد غير مهني بالمرة، وخصوصاً من نجم كبير زي حازم إمام، مش هو ده السبب الرئيسي لخروجه من قناة بي إن سبورت. بس كالعادة الحقيقة دايماً ورا الكواليس. تعال نحكيها صح. اللي حصل إن حازم إمام ما اترفدش ولا اتطرد، هو بنفسه قرر يمشي بعد خلاف غريب شوية. القناة كانت ماضية معاه عقد فيه بند اسمه الحصرية، يعني ما ينفعش يظهر على أي شاشة تانية غير بي إن سبورت. بس حازم الراجل اللي بيحب يشتغل كان بيحلل في الوقت نفسه في قناة مصرية اون سبورت، فحصل تضارب. القناة قالت له يا معلم، يا معانا بس يا مع غيرنا. وحازم اللي معروف إنه مش بيحب القيود، قرر يختار الطريق اللي يقدر فيه يتكلم بحرية، حتى لو هيخسر شاشة عالمية. بس الناس ما سابتش الموضوع. الميمز اتعملت واللقطات انتشرت، والناس كلها صدقت إن كاندي كراش هي السبب، وده اللي خلى القصة تبقى ترند عالمي في ساعات. والمضحك إن اللقطة دي فعلا كانت حقيقية، بس ما كانتش سبب الطرد، كانت مجرد مصادفة اتصادت بكاميرا كانت مستنية غلطة صغيرة عشان تكبرها. وهنا يظهر السؤال: هل فعلا حازم إمام يستحق إن الناس تختصر مشواره كله في لحظة وهو ماسك الموبايل؟ ده لاعب كان بيحترف في أوروبا في وقت معظم اللعيبة كانت بتدور على واسطة تلعب في الممتاز. ده واحد من القلائل اللي عارفين يعني إيه كورة راقية، اللي لما يتكلم عن الماتش بيحلله كأنه بيشرح لوحة فنية مش مجرد 90 دقيقة. لكن الجمهور على السوشيال ميديا ما بيرحمش. تخيل إن اللقطة الصغيرة دي بقت أشهر من تحليلاته كلها. ناس بتقول اتطرد، وناس بتقول القناة زهقت، وناس تالتة بتقول القطر فاتك يا حازم. بس لو رجعنا للحقائق هنكتشف إن الموضوع بسيط جدا. القناة عندها نظام صارم، وحازم كان شايف إن شغله في مصر أهم، فاتفصلوا بالتراضي، لا طرد ولا فضيحة. بس الشائعات كالعادة كانت أسرع من الحقيقة. حازم وقتها ما دخلش في معارك، ما كتبش بوست يرد فيه ولا طلع يبرر. بكل هدوء خرج من القناة. وفي النهاية بلاش نضحك على نفسنا ونقول إن حازم إمام كان مظلوم، هو اللي حط نفسه في الموقف ده. يعني إيه محلل في قناة بمستوى بي إن سبورت ويقعد يلعب موبايل؟ حتى لو هنفترض اللقطة كانت في الفاصل، المفروض تكون واعي إنك قدام أشهر كاميرا في العالم العربي مش في بيتك. سلام. ميكو جراند يعني كل حاجة جراندي. طيب والله اللي احنا جايين نهزر.